مالك يا بنتي في ايه؟ ايه صوت البيض ده؟ انت بتعملي كده ليه في البيض؟ بضربه انت وصلك. بتهينيه مش بتضربيه. تصدقي فكرني بنفسي. يعني ايه فكرك بنفسك؟ عادي، انا بقيت عامله زي البيض ده، ايه التشبيه الغريب ده؟ مضروبه ومهروسه لغايه لما بقيتش باينه اصلا. يا حبيبتي ليه يا بنتي بس كده؟ وقال ايه؟ كنت فاكره نفسي اني هبقى ملكه. ملكة. ملكة دي بقى بتفكريني بنفسي وبشبابي، ايام ما كنت بشتغل وبنزل وبطلع، اتهريت شغل وسفر وكورسات ومرمطة، وفي الاخر بعد كل السحلة دي لقيتني نسيت نفسي. ملكه من زاويه اخرى. عارفه انا قاعده في البيت بتفرج على صحابي اللي بتسافر واللي بتروح واللي بتيجي، وانا قاعده في البيت حاسه ان العمر بيضيع مني وما عملتش حاجه. انت بتيجي على الوجيعة، عارفة العمر بيضيع مني دي يعني عارفة جيتي كده ضربتي في قلبي. فكرتني بالجمله اللي بتقول صحيت لقيت العمر عدى وما خدنيش معاه. أيوة. انا حاسه كده ان انا صحيت لقيت فعلا العمر عدى وما خدنيش معاه. بالظبط، لقيتني فجأة اتجوزت وخلفت وبقيت زوجة وسيدة أعمال وربة منزل، في الآخر ولا حاجة. طب ما انت حلوه اهو، ومتضايقه ليه؟ متضايقة ايه بس؟ على الأقل انت كنت قاعدة في البيت عندك وقت وفاضية لحاجات تانية تعمليها. قاعده ايه؟ فاضيه. فاضيه. انا حياتي بقيت عباره عن مواعيد تمرينات، مواعيد كورسات، جروب المامز بقى 3000 رساله تصحي عليهم الصبح، ومواعيد ومواعيد وطلبات وطلبات. حقيقه انا حاسه ان انا مش عارفه، انا مش موجوده. انا حاسه فعلا مكتفيه لما بقول لك ان انا فعلا حاسه ان انا بقيت شبه البيت ده. هو فعلا ده اللي انا حاسه بيه دلوقتي. حاسه ان هي عباره عن مواعيد مواعيد مواعيد، التزامات. طب انا فين؟ حاسه ان انا مش قادره اكمل اكتر من كده. يعني حاسه ان انا نفس عايز، محتاج مشروب. تشربي حاجه قبل ما اتخنقت، عارفة وانت بتتكلمي كده اتخنقت، حاسة في حاجة واقفة في زوري. روحي اعملي لي حاجة. تشربي ايه؟ عندك قهوة؟ في قهوه بس ساده حطي لي فيها سكر عشان عارفة تحلي مرار الايام. أيوة. نحليها. قولي لي قهوتك بتشربيها كام سكر؟ ربع معلقة. ربع؟ يعني حاجة كده تحلي مرارة الأيام. محتاجين نحليها. عارفه وانت بتتكلمي بمناسبه البشاميل اللي احنا بنعمله دلوقتي، عازمك على بشاميل حلو. أنا متحمسة جدا. انا بحب البشاميل قوي. فكرتيني كده حياتي شبه البشاميل ده، بفضل طبقات وبشاميل ومكرونه نسلقها ونحط حاجات، وبعدين الناس تاكلها وتستمتع بعد وقفتك 5-6 ساعات في المطبخ، والناس كلها استمتعت وانا قاعده بتفرج عليهم. بس كده هم بياكلوا البشاميل. عارفة حسيتك فيلسوفة قوي وانتي بتقولي جدا. بشوفهم هم بيستمتعوا بالمكرونه وبشوف حياتي في صينيه المكرونه. بصي انا حاسه ان انا هقطع شرايين. لا 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 لا, لا مش بجد كده. هقطع ناكل المكرونه الاول. طب يلا يا ستي. فكرتيني امل هتبقى على وصول اسخن لها القهوه. تمام. الساعه كام؟ يعني هي المفروض يعني قالت لي حبه وجايه، فاسخن لها القهوه ونكون خلصنا البشاميل علشان ايه ناكل مع بعض. الحقي عشان ايه هي بتحبها سخنه. تمام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا جولي. وحشتينك من بدري. وحشتوني. منورانا بجد منورانا. انا شايفه مكرونه بشاميل وسلطه. عيب عليكي. عيب عليكي، احنا مش بنهزر. انا مش قلت لك هاكلك حاجه حلوه؟ هنحط المكرونه اهو. اهم حاجه مش انا اللي عاملاه. مش عايزه اتعب. بيبقى طعمها مختلف. مش عايزه اتعب في حاجه. بيبقى طعمها مختلف. لا مش هتتعبي في حاجه، انت النهارده جايه تدلعي بس. انا هقعد ماليش دعوه. بصي احنا عازمينك على غدا وكل حاجه، بس ده مش معناه ان احنا مش هنسالك، هنهريكي اسئله. هو الاسئله ورايا في كل حته. قبل ما تدخلي على طول عشان اقول لك كنا بنحكي، اقول لها كنا بنحكي في ايه ولا بلاش؟ لا ما كده هتاخد رايها. قولي لها. كنا بنحكي ان العمر عدى بينا وصحينا كده لقينا نفسنا زي الفل قاعدين، انا بعمل بشاميل وهي بتقطع سلطه وما خدناش معاه. خدناش حاجه معاه. ما خدناش خالص. لا هو ما اداناش فرصه. يعني عارفه ببص كده، اشتغلت كبرت اتجوزت خلفت وكنت فاكره ان هي دي الحياه بقى وده احلى حاجه، بس في الاخر اكتشفت انه انا ولا حاجه، انا اختفيت، انا اتنسيت وسط الحاجات دي كلها. من قلبي وجعني. جات لي نفس الافكار في وقت من الاوقات ونفس المشاعر، وحسيت بوجع وزي ما يكون في حسره كده على الايام.
فحاسه باللي انت بتقولوه. فيها عصرة فيها ليمون كده عصرة. جميلة قلبة عصر كده. بصي شايفه الطماطم البايظه دي اه اهي بالظبط شبه احلامي اللي اتاجلت. الطماطم دي فضلت ركناها، مش هنطبخ، مش هنعمل بيها حاجه لحد ما عفنت وباظت. احلامي بقت كده بالظبط. انا حاسه ان امل ما بقتش امل معانا خالص. انا حاسه أنا حاسة. تشربي حاجه طيب علشان انا حاسه انا حاجه ممكن. ايوه انا تعبت. الفكره حاسه يا امل ان الروتين وكل يوم بصحى بعمل نفس الحاجه وكأن الحياه واقفه بس على مواعيد العيال، كورسات، تدريبات، كأن انا مش موجوده. لا واحنا تعبنا صراحه. احنا تعبنا. ايوه انا فاهمه قوي حته الروتين، وان فجاه نصحى نلاقي نفسنا طب ايه الجديد اللي احنا عملناه في حياتنا؟ فعليا مش بنلاقي جديد قوي. يمكن بتيجي ازمه منتصف العمر زي ما انتوا بتقولوا كده، بتفتح لنا حاجات احنا ما كناش عارفينها اصلا. ازمه منتصف العمر. يعني واحنا وصلنا لمنتصف العمر بصراحه. يعني انا مش هكذب عليكم. لا بس يعني ايه فعلا؟ يعني ايه ازمه منتصف العمر؟ بصوا ازمه منتصف العمر دي هي بتبدا من سن 35 لفوق لحد 50 تقريبا. حبيبتي تعالي جنب اختك. ويلكم. اوكي. هي احنا كستات بيحصل لنا شويه تغيرات على مستوى نفسيتنا والهرمونات وجسمنا، وبعدين بنبتدي ايه فجاه بنبتدي نراجع حياتنا بقى. نبتدي نراجع حياتنا ونبص عليها لورا. ايه ده انا ما عملتش حاجه، ايه ده انا حياتي ضاعت بالظبط، ايه ده انا فين، انا اتنسيت، انا ما حدش خد باله مني اصلا. انا اللي جاي كله سواد لان اللي فات انا ما عملتش فيه حاجه. واكن احنا بنشوف كل اللي فات ده هو كمان هيشكل اللي جاي. يعني اللي احنا ما خدناش بالنا من نفسنا وقعدنا بس للعيال والبيت والاكل والشرب والحاجات دي كلها، او حتى لو احنا ما اتجوزناش، يعني الناس ما اتجوزتش فهي برضو بتبص على حياتها بتلاقي ان حياتها كلها هو اللي جاي فين اصلا، اللي جاي ده قليل قوي. عارفه بتحس ان اللي جاي ده احنا اكننا هنموت بكره او هنعيش حياتنا كلها زي اللي فات منسيين، فبنحس باحباط والم طبعا. تفتكري مش عارفه برضو ليه احنا بنوقف حياتنا، او كأني مرحله الجواز دي هي مرحله احنا خلاص احنا كده يعني خلاص هي اتحصرت حياتنا كلها في جواز وعيال، فبقينا ولا بنفكر ولا بنطلع ولا بنروح مكان، وبقينا مستسلمين ان هي دي الحياه وخلاص هنعيشها هي كده. هي تفضل تقطع سلطه وافضل اعمل بشاميل وانزل شغل، ورتم الحياه نفسه ليه بقى تقيل؟ حاسه انه تقيل علينا. هو فعلا بص انا عايزه اقول لكم حاجه انا اول مره اقولها يعني عن حياتي. انا حرفيا قعدت 9 سنين في حياتي كاملين ما بشوفش اصحابي، ما بخرجش، ما بعملش اي حاجه غير ان انا اروح اماكن معينه ولا اروح مصيف. حياتي 9 سنين كامله انا فاكره ان انا ما اتحركتش بعيد عن ولادي وبيتي خالص. كانها واقفه حرفيا، وما استوعبتش. انتوا فاكرين انا اخدت بالي؟ لا انا ما خدتش بالي. انت فجاه لقيتيهم 9 سنين. واحده من ضمن الحاجات لو انتوا كمان هتلاقوا نفسكم على فكره انتوا برضو سمعتوها، ان الست الشاطره هي اللي بعد ما تتجوز هي حرفيا لازم تنسى نفسها. ايوه طبعا دي ثقافه. ثانيه يعني انا كنت متخيله في وقت انه او مش متخيله، يعني ده اللي كبرت عليه، انه بيتك وجوزك وولادك هم كل حاجه. فلما انا بتجوز وبخلف وبعمل اسره فانا كده تمام وست كمل وزي الفل. ايوه بس فجاه ما بلاقيش نفسي، يعني بعد كل الحاجات دي ببقى حاسه انه انا فين؟ احنا حصرنا نفسنا في الامومه، او حصرنا نفسنا في الشغل، او حصرنا نفسنا في حاجه واحده ونسينا ان حياتنا فيها جوانب تانية. وده على فكره انا مش عايزه الوم علينا، بس علشان احنا عايشين في ثقافه هي بتقول لنا كده. فاي ام على فكره فاكرين الامهات اللي حاولت، هي ما في امهات حاولت على فكره وفي ستات حاولت بس ما نجحتش. ليه ما نجحتش؟ لان بتتلام بيقول لها انت انانيه. انا كنت فاكره ان في واحده صاحبتي كانت دايما تقول لي انا انزل يبقى معايا فلوس، انزل اشتري حاجه لنفسي اروح شاريها لاولادي. ليه هي بتعمل كده؟ هي بتفكر ان ده حب، بس هو مش قصه حب لاولادها، طبعا هي بتموت في اولادها. بس الفكره فيه هو عدم حب للنفس برضه، او عدم ادراك ان نفسي مهمه. على فكره هو كانها بتتسرسب، هي بتتسحب واحده واحده. يعني هي في الاول بحس انه ايه، لما هم بيضحكوا انا بضحك، لما هم بيتبسطوا انا بتبسط، لما هم بيلبسوا كأن انا لبست. يعني وكأني انا بشيل نفسي واحده، هي كأنها بتيجي ايه سنه سنه مش فجأة. لا هي مش فجأة، ولغايه لما بص اللي حصل احنا بنفور زيها لغايه لما نكتشف ان احنا فرنا بالطريقه دي. بالظبط كده. خلي بالكم احنا برضو الاعلام هو يعني جزء مثلا احنا بنسمعه او حاجه. كل الثقافه الام دي بصوا فضلت ورا حتى الام المثاليه بتطلع ازاي؟
اللي ابنها اللي هي دكتور أم عملت حاجات. ومهندس مفيش أم وطلعت كل الكليات القمة. ونسيت نفسها بتتقال كده ولبست الاسود او لبست بعد ما جوزها مات لبست اسود طول حياتها. هي دي. طب انت بقى لما تيجي كأم مثلا او كست تحاولي تطلعي بره الاطار ده، هتصدمي بانك انت ما بقيتيش ام حلوه. اذا انت بتفكري في نفسك، اذا انت بتشتري حاجات لنفسك، يعني غريبه. كانك عايزه تقولي حتى لو احنا خدنا محاوله وفكرنا ان احنا نشوف نفسنا، المجتمع مش بيسيبنا نشوف نفسنا. لا، هتتقابل بالرفض والانانيه، اتهامات. انت انانيه، انت وحشه، انت مش ام كويسه. ايه ده، انت واخده بالك انت بتذاكري، انت بتعملي لو ابني او بنتي نقصوا درجه او درجتين في الامتحان بحس ان انا اللي فاشله، ان انا اللي ما نجحتش، او ان انا يبقى لازم تقعدي بقى تذاكري المنهج. اقعدي ذاكري المنهج. وده غلط، وده غلط يعني. طب وبعدين يعني بحس ان حتى كمان وانت بتتكلمي دلوقتي، يعني حتى فكره ان احنا بقينا عدينا في منتصف العمر او اخره، او هل في امل؟ لا مش خلاص بقى يا ساره، في امل، ان في امل بجد عن تجربه. يعني انا بص، انا قلت لكم انا قعدت 9 سنين ما اشوفش، يعني حقيقي ما اشوفش من ادمي. فلا، عن تجربه في امل، بس هي الفكره اصلا في ازاي احط بس توقعات حقيقيه بس. يعني ايه توقعات حقيقيه؟ يعني بص خليني صريحه معاكم، يعني احنا مثلا واحده قعدت 10 15 سنه في البيت او بتشتغل بس ما بتعملش حاجه غير ان هي تربي عيالها وتشتغل بس، او قاعده في البيت بس بتربي العيال. يعني انتوا عايزين نحط توقع ان انا بكره اروح اعمل دراسات عليا واروح اتفسح مع كل اصحابي واروح شاريه مش عارف كل ايه. لا طبعا. ومي تايم بقى والكلام الحلو الجميل على فكره انتوا عارفين مي تايم. ارجوكي ما عدتش عليكي؟ ارجوكي يعني مي تايم يعني مي اصلا. انا عايزه اقول لكم، انتوا عارفين ان في ستات بتعملها باكستريم. يعني ايه؟ يعني فعلا في ستات بتعملها باكستريم. يعني هقول لكم ازاي. يعني ايه ده، انا حياتي ضاعت، طب يلا بقى وتروح فعلا سايبه اولادها وراح يعني راح تعمل حاجه بعيد خالص، تسافر مثلا في وقت يعني طويل، في سيبه. يعني مش في منطق في الموضوع. طب يعني امتى اوسطن بقى، امتى اوازن بين ان انا اشوف بيتي واشوف حالي وعيالي وشغلي، وان انا في نفس الوقت ما انساش نفسي والحياه تاخدني، واحس بقى ان انا فعلا عايزه اقطع شراييني واثبت منتصف عمر، واحس ان انا ما عملتش حاجه؟ ازاي اوازن بقى الموضوع؟ ان انا ابتدي الاول اشوف ان نفسي المهمه دي اول حاجه، علشان لو ما شفتش نفسي مهمه بجد مهما نقول محدش يعمل اي حاجه. المكرونه لازم تخلص عشان ادوقك منها. ارجوكي. انا نفسي في المكرونه عشان انا انا بجد نفسي مكرونه هدوقك مكرونه ما حصلتش. بص اقول لكم حاجه بنات، ازاي احنا محتاجين الاول نشوف نفسنا احنا مهمين. فكره ان الستات بتقول لك اصل ما عنديش وقت اعمل حاجات وما عنديش وقت مش عارف ايه، لا هي الفكره نفسها في انا مقتنعه اصلا جوايا ان انا مهمه. دي نقطه لازم افكر فيها. ما انا ممكن ما اكونش مقتنعه على فكره، واجي مثلا يبقى عندي ربع ساعه في اليوم، طب هقوم بقى المطبخ، طب هقوم بقى مش عارف ايه، طب لا لازم انشر، لازم. على فكره ان احنا ما بنقعدش، لان احنا كمان جزء مننا رافض يصدق ان احنا لينا وقت ولينا اهميه. ماشي، بس معلش يعني هو انا لو قعدت اللي حواليا هيسيبني قاعد عادي؟ ما هو انا لو طول عمري 15 سنه و14 سنه انا واقفه وقاعده بس بعمل بشاميل وباكل وبشرب وادي تمرينات، لما اقرر ان انا هاخد وقت واشوف واهتم بنفسي، ما اللي حواليا هيلومني، هحس بالذنب. طب ان انا قصرت. ده اكيد. وبعدين هم اتعودوا ان هم ياخدوا بس. طبعا لما تيجي بقى تعملي حاجه لنفسك هتتهاجمي. لا وهتتهاجمي وهتحسي ان انت وحشه ومقصره. طيب الحته دي نعمل فيها ايه؟ لا نعمل ده رسم حدود من اول وجديد. رسم حدود؟ يعني حدود. يعني هقول لك لا انا ليا الوقت بتاعي. عارفه تتقال بجد، تتقال لا انا ليا وقت. يعني قول للعيال كده انا ليا جوزي وعيال انا ليا الوقت بتاعي. هيهاجموكي الاول ويستغربوا، بس بعد كده خلاص. هي الفكره في الصبر بقى وطولة البال على الحته دي. لا انا ليا الوقت بتاعي، لا انا هخرج وحدي، لا انا هروح مثلا مع اصحابي، لا انا هذاكر الحاجه دي، انا اللي هفرض الحته دي. وخلي بالكم من حاجه يا بنات، احنا احيانا مستنيين تجي لنا الحاجه من بره. ايه ده انت في ازمه منتصف العمر، لا تعالى اعوضك. مش هتحصل. ايه ده يا ماما انت تعبتي وشقيتي، اقعدي بقى وخدي لا طبعا عليا. مش هيحصل. طيب. انا اللي بحط ده، انا اللي بعمله. بس يا امل وانت بتتكلمي كده كاني بتقولي يعني ان هو ينفع نبدا من دلوقتي، بس انا لو سن كبير وعدى او ما حققتش حاجه، يعني انا لو مش متجوزه وعديت بالمرحله دي دلوقتي، بس موضوع ايه؟ السن الكبير ده انا معترض عليه شويه. ليه؟ لا هقول لك ليه. بصوا انتوا لو بصيتوا دلوقتي هتلاقوا حتى اللي اعمارهم دخلت في ال50 وعدت الخمسينات ودخلت على الستات، على فكره هتلاقي عندهم طاقه.
وهتلاقي ان هم ده كان زمان فعلا فكره ايه ده عندها 50 ايه ده كانت شكلها كبير فعلا. دلوقتي لا، ودلوقتي لا، الستات بقت بتاخد بالها من نفسها اكتر، من اكلها بقى عندها وعي اكتر. فعلى فكره السن ولا تاخدوه في دماغكم اصلا. عارفه فكرتيني لسه واحده بتحكي لي بتقولي حماتي عندها 70 سنه تتصل بيها طنط احنا جايين لك الاسبوع ده، تقول لها لا حبيبتي انا مش فاضيه، تقول لها ليه يا طنط؟ تقول لها انا رايحه سيوه ولوحدها من غير جوزها. تخيل انا لغايه دلوقتي انا هروح سيوه. تفتكري في امل طيب يعني ان احنا نروح سيوه ونروح؟ بصوا خلي بالكم، بس انا عايزه اقول حاجه، مش لازم نمشي النموذج هو في كل الستات. يعني انا ما اقدرش اروح سيوه دلوقتي، يعني حتى لو انا فقت انا مش لازم اروح سيوه. انا ممكن اعمل حاجات اللي تناسبني وتناسب حياتي وتناسب اهدافي، علشان بس في احيانا الستات بتبقى عايزه تاخد كوبي بيست من كل يعني النماذج اللي هي شايفاها. لا، انا على حسب طاقتي حسب ظروفي اتحرك. انا برضو مع الاتزان يا بنات، انا مش مع اللي هو ايه الشرخه الكبيره دي. انا مع الاتزان في كل الخطوات عشان تبقى ثابته ونعرف نكمل بيها. عندك حق. فكنت اول حاجه بقولها لكم ان احنا ناخد بالنا من نفسنا ونقتنع ان احنا مهمين اصلا. تاني حاجه عارفين زي ما تكوني اول مره بتسوقي عربيه بتسوقيها بسرعه ولا بتسوقي في اماكن كتيره وتسافري بيها، ولا واحده واحده؟ معلش انا اسفه انا هوقفك، بس البشاميل لازم يتلم، فعايزين نجمع، يساعدوني بس نجمع المكرونه وندخلها الفرن ونكمل. انا ضيفه انت ضيفه ايه ده؟ مش هتساعدي في اي حاجه؟ لا انتوا قلتوا لي مش هعمل. خلاص مش هتعملي. خليكي مرتاحه واحنا هنقفلها. خليكي علشان بس تاكلي مكرونه من الاخر يعني. معلش يا امل بقى هاكلك مكرونه ملسوعه شويه من تحت اتلسعت مني. المهم الطعم، المهم الجوهر صح كده. انا بقول كده بس لا صدقيني، عارفه فكرتني بايه باللي احنا بنتكلم فيه؟ فكرتني ان حياتنا بتيجي في المرحله دي اللي هي ازمه منتصف العمر. الكلمه تقيله بتاعت ازمه منتصف العمر قوي مش عارفه ينفع تغيروها؟ هنبتدي هنغيرها. اوكي طمنيني. شغاله على الموضوع. ارجوكي من فضلك وصلي صوتنا ان احنا محتاجين نغيرها. حسيت كده ان هي شبه حياتنا من بره بعد مرحله كده شكلها جميل وحلو ومتوضبه وكل حاجه، كأن حياتنا من جوه كده فيها لسعه. ايوه انا معاكي، لانها فيها حسره. انا هسميها حسره على اللي فات وقلق من اللي جاي، وفيها مقارنات. فزي ما كنا بنقول من شويه ان انت تقعدي تقلبي في حياتك كلها وبعد كده بتعدي بالانجاز، بدوري انا عملت انجاز ايه، وكمان اوقات بنستدفي اللي احنا عملناه. يعني لما بنبص على اللي فات بنستدفيه برضه، بنشوف ان هو قليل جدا وكان ايه ده، انا ضيعت عمري فيه كل ده عشان اعمل دول. فحتى نظرتنا للي فات بتبقى وحشه جدا، مع انها على فكره اللي فات ما كانش بالسوء اللي احنا متخيلينه، هي علشان احنا بس نفسيا مش في وضع كويس قوي. فحتى صابغين اللي فات بصبغه وحشه فيها قلب. على فكره اللي فات مش كله وحش، اللي فات فيه كان حاجات حلوه. بحس ان كل ده بيأثر علينا احنا في الاخر. عندي واحده صاحبتي مامتها جوزها مات وهي شابه صغيره، فعاشت طول حياتها تربي هي صاحبتي دي وعيالها الباقيين اخواتها، وفي الاخر بعد ما اتجوزوا هي فجاه حاسه انها لوحدها. هي عايزه تعيش عند عيالها، مش عايزه تروح بيتها، مش عايزه تستقر في شقتها، هي عايزه تعيش على عيالها، وكانها طول الوقت خانقاهم، طول الوقت محاصراهم، لان هو ده اللي انا عملته. فاللي عاشت علشانه وكبرت علشانه هو ده اللي عايزه تكمل حياتها فيه، او عايزه تدفعهم الثمن من غير ما تاخد بالها. اللي هو بس انا عملت فانت لازم ضيعت حياتي عشانكم. ضيعت. فانا لا، انا عايزه اخد الثمن اللي انا عملته، وده بيوصل للولاد خنقه. عايزه اقول لكم حتى اللي ولادها لسه ما اتجوزوش هي بتعمل حاجه تانية، اللي هي بتتحكم بقى من غير ما لا انا ضيعت عمري، لا انا عملت كذا ضحيت ضيعت عمري عشان. وهي فعلا ضحت بصراحه، بس انا ما ينفعش طول الوقت اقول لاولادي انا ضحيت، انا عملت، انت لازم بقى ايه تسمع الكلام، لازم كل اللي انا اقوله لك تعمله. فالولاد كمان بيتخنقوا، يعني حتى التضحيه دي في الاخر هتبان خنقه للولاد، وده في الاخر هيحبطها. ايه ده بعد كل ده ومش مقدرين، يعني كمان لا تقدير ولا عملت حاجه لنفسي ولا مرتاحه. يعني عارفه الاحباط بقى ايه؟ ايوه ما كنت لسه اقول لك حاجه محبطه جدا. الاحباط بقى بيزيد. هي زي دايره كده، دايره هي بتدخل فيها من الالم النفسي الشديد وبتفضل محاصراها فتره، وخصوصا لو هي ما عندهاش وعي كفايه، ما عندهاش وعي بتمر بايه بالظبط، لان هي كده هتدفع كل اللي حواليها ثمن اللي هم اصلا ما لهمش، يعني مش هم اللي اختاروه، هي اللي اختارته. لا ومش كده بس، كمان هي بعد بتدفعهم كمان في عصبيه زياده،
يعني في المرحله طول الوقت ماشيه مش طايقه، يعني قفشتني من شويه من كتر ما انا غضبانه برزق الطبق قوي. كان بيتكسر، هي مش بتعمل البيض، هي بتكسر الطبق. كنت بكسر. أيوة. ومش بنبقى واخدين بالنا، فحد يجي من حوالينا مثلا انت متعصبه ليه، فبقول ايه ده، هو انا متعصبه الصوت واصل لك. احيانا مش بنبقى مدركين ان احنا متعصبين او أيوة. غضبانين. صح. ده الخناقه حقيقي. اللي جوه بتطلع. ايوه ده طب حقيقي. بقول لك ايه، ما تجيب لنا بقى طبق من ده؟ يعني عايزه اي حاجه طب تحلي المكرونه شوية. طب معلش بس تحلي مرار الايام بتاعت من شويه. حلي اي حاجه ارجوكي. لا تمام. انتوا مصرين على المرار ما والله. لا لا يعني بنحاول. في امل جت وفي ابتسامه، شايفه الابتسامه ده. ما انا بحاول، حطيها يا بنتي. يا امل طب خدي خدي. حاجه بسيطه بس عشان ايه المكرونه جايه وهناكل. شكراً. ممكن لازم اعزم على الست. ايه اعزم على الست. شكراً. لما خلاص بقيت بينا مكرونة مكرونه وحاجات وحاجات حلوة. خلينا. يعني تاكلي ولا مش تاكلي؟ مش لا مش هيك. طب هاتي انا. خلي المكرونه مساحه اكبر ملسوعه بس انا اكلها. بس ايه الحلاوه دي؟ ايه المكرونه إيه رأيك البشاميل فيا؟ الفظيعة؟ سلي الفيديو. شكلها حلو صراحه. نسيت اجيب الشوكه ثواني. وهاتي معلقه بس عشان السلطه. عينيا. بس قولي لي يا امل، يا امل هل في امل؟ مش انا يعني احنا مش انا جيت خلاص. طالما انا جيت خلاص. طبعاً. بس امل حضرت فحضر الامل. قولي لي حقيقي، هل محتاجه سكينه ولا لا شوكه ثانيه؟ لا شكرا بس. اوكي ماشي. هل في امل، يعني نتعامل ازاي؟ نعمل ايه؟ طيب هقول لكم على حاجه بس عشان احنا احيانا توقعاتنا بتبقى رهيبه. مش هو انا صحيت خلاص بقى هقوم بقى هد الدنيا بقى واعمل حاجات كده. انسان جديد بقى. انسان جديد. لا هي مش بتتعمل كده، هي عامله زي العضله النفسيه بالظبط، بتقوى مع الوقت. يعني اللي يعني فيه إيه؟ عضله. اه عضله نفسيه. العضل كله الجمله العضله وجعني. انا حسيت ان انت الجمله عميقه، عارفه جت من ظهري كده من ورا. انا حسيت قوي كده، فبتقولي عضله العضل العضله منفصل وجعانه سلطه. بصوا اقول لكم حاجه، احنا لما لو فيكم حد جرب يروح الجيم، هو اول ما بيروح الجيم اول شهرين 3 بيربي عضلاته وبيبقى قوي كده وبيحب الجيم ومش بيتوجع ومش بيتألم من الحاجات. لا ده انا طبعا بروح بحس انا واخده علقه. وبتكرري 1000 مره ان انت ترجعي، بس عشان دافعه فلوس بتكملي. بالظبط كده. الاشتراك هو اللي بيودينا. انا دلوقتي فقت لحياتي ولقيت ان انا ايه ما عملتش حاجه. هعمل ايه؟ اول حاجه زي ما كنا بنقول دلوقتي ان انا عامله زي عندي عضله نفسيه زي العضله بتاعت جسمي، عندي عضله نفسيه. فانا محتاجه اقويها بالتدريج. فاقويها ازاي؟ كل يوم اعمل حاجه لنفسي، حاجه بسيطه علشان اخد على الموضوع واحده واحده. حلوه دي. فاتصالح مع نفسي بقى. حلوه دي عجبتني قوي. قولي لي بقى اتصالح مع نفسي. زي ايه؟ كل يوم حاجه. اول حاجه هسال كل ست، لان كل ست مختلفه. ايه اللي نفسك كنت تعمليه زمان؟ ايه اللي نفسك كنت اللي حواليك يعملوه لك؟ انا اجاوب. اللي نفسي اللي حواليا يعملوه لي ولا اعمله لنفسي؟ اللي حواليك كنت انت نفسك. عشان بس انا بسال السؤال ده ليه؟ في ستات تقول لك انا مش عارفه اعمل ايه. بس تعالي انت قولي لنا انت تحبي ايه؟ كنت نفسك اللي حواليك يعملوا لك ايه؟ اللي حواليا يعملوا لي اللي بيحبوكي يعملوا لك ايه؟ يخلوني اتمرن تنس. اوكي، وايه كمان؟ يعزموني على اكله حلوه بره. ماشي. ورق عنب. الله. وانت يا ساره؟ يعني هو انا كان ابسط من كده شويه، كان بيبقى نفسي اخرج كده امشي في الشارع لوحدي اكل ايس كريم، اشرب قهوه في حته حلوه. بعيده ولا قريبه؟ اي حاجه بس قهوه تبقى سخنه، يعني نفسي اشرب الحاجه سخنه. طب ايه رايكم لو احنا الثلاثه انا كمان هشارككم. انا كان نفسي تعملي ايه؟ كان نفسي حد يسمعني واتساب لي واحده شويه في الفراغ، اتساب لوحدي بلا صوت بلا صوت. طيب ايه رايكم لو احنا الثلاثه عملنا ده كروتين؟ يعني كروتين اللي هو انا بتدرب وبتعلم ازاي استرد نفسي تاني، استرد امل تاني، ازاي اخد عليها، اصاحبها، اسمح، اروح اكلها ايس كريم فعلا، اروح اتمشى انا وهي مع بعض. على فكره الحاجات دي حتى لو اتعملت على شكل بسيط بس هي مبهره في رد الفعل بتاعها. او لو ما عرفتش اعمل كده ممكن اقعد في البيت لوحدي اعمل حاجه سخنه واشربها، وده حسب كل ست. يعني انا ابتديت فعلا بالحاجه ان انا اقعد ساكته، ما بتكلمش مع حد، بشرب نسكافيه. بس على فكره الاول كنت بشرب نسكافيه ببلبعه، دلوقتي بشرب نسكافيه عشان الحق اللي ورايا. ايوه بستمتع بيه، بدوق وبسمع صوت سكاتي، بسمع صوت نفسي. فواحده واحده العضله النفسيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها بتقوى ناحيه ان احنا ايه، الله حلو احنا بعمل حاجات لنفسي. شويه شويه واروح ناحيه
انا كنت زي ما انت قلت كنت عايزه اتدرب تنس، يلا روح بينا على التنس. ممكن اشجع واحده صاحبتي تاني معايا واروح انا وهي، او اروح لوحدي. بس ابتدي اخرج بقى، اعمل حاجات لنفسي، يعني ادرس حاجه بحبها. ممكن يعني في ناس ابتدت تتعلم موسيقى، اتعلمت حرف، خياطه الحرفه حاجات. الحرفه اللي كانت عايزاها هوايه. يعني في ناس اتعلمت موسيقى، انا اعرف ستات كتير راحوا على الموسيقى. او حتى ممكن افتكرت حاجه بمناسبه المكرونه، ممكن لو انا من الستات اللي بتتبسط في انها تطبخ اكله على مزاجي، اقف في المطبخ بتاعي اعمل اكله انا بحبها، مش لازم لان طول الوقت بنعمل اكل اللي كل العيال بتحبه. انا ممكن اعمل لنفسي اكله العيال مش بيحبوها بس اعملها لنفسي، دي مش حاجه برضو على فكره ابتديت اعمل كده، ابتديت اعمل حاجات صحيه لنفسي انا بس. يعني وحدي بقوم الصبح اعملها كروتين ليا، اللي هو انا بهدي نفسي الحاجات اللي اللي بقول لنفسي فيها امل انت تستاهلي ان انت تتحبي، انا بحبك انت اهو، انا بهتم بيكي، بهتم باكلك بشربك بصحتك العقليه. ايوه. فانا بغذي نفسي برضو ان انا اقرا حاجه بحبها، انا اسمع فيديو عشان في امهات مش بتحب تقرا او ستات، فانا ممكن اسمع حتى فيديو بحبه، اتعلم، اخد محاضره، اخرج للحياه، اعمل حاجات لناس تانية. على فكره العطاء برضو، انا عارفه ان الستات بتبقى ناقمه على العطاء، بس العطاء بارادتي لاشخاص تانيين كمان لا بيفرق. ان انا اتطوح في حاجه، ادرس حاجه بحبها، بس ايه اللي هو بالراحه. في حته بقى عشان الموضوع ده يكمل، اوقف مقارنات. يعني ما اقعدش ايه ده دي خدت ماجستير، ايه ده دي متصوره مش عارف مع مين، ايه ده دي اشتغلت وخدت جايزه في شغلها. على الفيسبوك بيجننا. كفايه بقى مقارنات على الفيسبوك، كفايه. عارفين اول ما بنشوف الستات عملت حاجات نحبط، ننزل ايه ده وايه يعني اهتمام بالنفس اللي بيقولوا عليه ده، ولا حاجه. لا ده حاجه كبيره، كوبايه حاجه سخنه يعني اقصى طموحي. انا بس مش عايزه الامهات تستتفه او الستات تستتفه فكره ان ايه ده بالنسبه للي انا بشوفه، ده بالنسبه لرحلتك انت حلو، مالكيش دعوه برحلات الناس التانية. حلو قوي رحلتك انت دي، انه انا ما اقارنش نفسي بحد واستمتع برحلتي. ايوه. طيب انا دلوقتي اجي بعد كل اللي انت بتقوليه ده يجي في مخي انه يعني ما هي ماما كانت دايما تقول زمان هي بتتا هو احنا ناخد زماننا وزمن غيرنا. طب الجمله دي فاهمه انا بربي الجمله دي اصلا غلط. انا متربيه بيها وللاسف بربي بناتي والجيل اللي بعد كده بيها. مش اي جمله بقى تتقال اصدقها بقى مش وراها. ازاي بقى ما اعملش كده لعيالي؟ ان هي جمله اصلا غلط، شككي في الجمله نفسها. يعني ايه زمني وزمن غيري؟ مش انا عايشه يبقى زمني خلاص، لا انا الزمن كله بتاعي. طالما انا عايشه خلاص يبقى اليوم بتاعي. انا على فكره منبهره برضو بستات كتيره، يعني شفتهم معديين ال60 وعاملين فيديوز على النت على فكره رهيبه، وبتدي خبراتها للستات هم معديين ال60 وداخلين في ال70 كمان. فمفيش زمن وزمن غيري، دي الجمل دي لازم تقف، يعني لازم نقف ان احنا نتاثر بيها. طالما انا عايشه وعندي فرصه النهارده بس، يبقى انا هعمل حاجه انا بحبها. فكرتيني بحد معدي ال60 او 70 كمان، وبينزل يعلم اطفال رسم عشان هو بيحب الرسم ومش قاعد في البيت. دي امهاتنا كانوا فاهمين كده، ده نوع من انواع التعجيز. انا مش همشي ورا كل حاجه اتقالت لي قديمه. يعني ده حتى في اللبس، يعني احيانا تيجي البسي اللبس المناسب لسنك. طب انا عايزه اقول لكم ده منظر، ده منظر انت هتنزلي كده ده منظر. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه بجد، يعني برضو ما قلتش لحد ابدا. ايه ده؟ تخيلوا ان انا كنت كتير اتقالت. تخيلوا ان انا جيت في مرحله كنت بفكر هل لو انا كبرت ودخلت في ال40 المفروض ان انا اضحك واهزر ولا اسكت اصلا بجد، ده بجد مش هزار. هتاكلي البنا قدام الناس هتضحكي بصوت عالي انت لا اسيب من الصوت ان انا اضحك اصلا واهزر. دي كنت شاكه فيها، لان انا عندي تخيل ان الست لما تدخل في ال40 المفروض تبقى وقوره يعني ما تضحكش وتهزر. فكده قلت هو ايه ده؟ ايه والوان معينه كده، والوان في لبس معينه، اسود نبيتي. انا ابيض. انا متفائله. هو النبيتي بيدل على ايه؟ مش ده جميل. فكره في ان انا لازم الحاجات اللي انا واخداها وارساها لازم اعيد التفكير فيها تاني، افكر فيها، ما اخدش المسلمات الحاجات اللي احنا سلمناها على انها حقيقيه، لان بجد كل معظمها مش حقيقي. وكاني كده عايزه تقولي لنا نرجع نبص على نفسنا، بما ان هي الخناقه خناقه من جوه زي ما قلت، ان هي انت قلتي ان هي جوه ازمه، فخناقتنا احنا مع نفسنا نرجع نبص ليها، نرجع نبص لنفسنا. وعايزه اقول حاجه برضو، اللي فات كله علشان بس ما يبقاش عندنا غضب من اللي فات. اللي فات كله ما كانش كله سيء، كوني انا اعطيت كأم فده حاجه حلوه جدا. يعني انا برضو بعد ما نهدى كده وتهدى مشاعرنا، لو انا ما عملتش حاجه غير ان انا بقيت على فكره دي حاجه حلوه. احنا محتاجين نتصالح مع امتنا برضو. يعني ما عملتش اي حاجه غير ان انا ربيت يوسف ورحمه ولادي،
فانا راضيه على فكره، انا مبسوطه يعني، علشان بس ما نحولش الموضوع لايه محاولات هروب وانتقام من اللي فات. ما اللي فات كان حلو، فيه حاجات حلوه. انا كأم في كل لحظه خفت على اولادي، في كل لحظه اديتهم وفكرت فيهم. ده قمه الحب وقمه الخروج بره دايره النفس. فدي حاجه برضو، بس بعد ما نهدى من المشاعر العاليه هنرجع نشوف ان اللي فات كله ما كانش سيء، وانا محتاجه اهرب منه كله واكسره كله واروح اعمل حاجات جديده كلها لنفسي. لا، انا برضو فيا جزء بتاع الامومه اللي هو بيحب ولادي ومش مستخسر فيهم حاجه برضو. يعني بلاش نعقد نفسنا وندي نفسنا امل ونقول ازمه منتصف العمر دي هرمونات هتبقى طاغيه كده شويه علينا وفتره وهتعدي. فتره تعدي، بس تعدي صح، تعدي علينا ولا بس تعدي صح، بان انا اغير طريقه تفكيري عنها وابص على اللي فات بعين برضو يعني فيها اتزان شويه وفيها رضا برضو، وان انا ابتدي ابص على نفسي واعمل حاجات للي جاي بالراحه يا جماعه، من غير غضب ومن غير، وابتدي اعبر عن مشاعري واقول بالراحه واعبر عن مشاعري واعبر عن المي عشان ما اكتموش بالراحه، واعبر واقول انا متالمه، انا بحس براجع نفسي كتير. طب اشوف بقى استفيد باللي راجعته ده، هعمل بيه ايه الفتره الجايه، افيد تاني. يعني انا مثلا البنات مثلا، يعني انا مخلفه بنوته، فانا ممكن استفيد بالحته دي ازاي مع بنتي، صح؟ مش انتوا عندكم بنات؟ ايوه ان انا اقول لها لا اهتمي بنفسك، اعملي حاجات بايد بقى، يعني اللي هو اقول لها لا خدي بالك من نفسك، حلو تدوري على حاجه، حلو ان يبقى ليكي حاجه انت بتحبيها تعمليها لنفسك، مش لازم طول الوقت بتساعدي وتعملي. اتبسطي واستمتعي في حياتك بكل حاجه بتعدي بيها. احنا ما سمعناهوش من امهاتنا بنسمعه، يبقى احنا استفدنا من التجربه اصلا، كسرنا الدايره. بس برضو يعني وانت بتتكلمي ماشي هنعمل يعني هنتصالح ونقبل، بس في حته انا بقف عندها، فكره ان انا اقبل التغير شكلي، طلع لي بطن طلع لي كرش وتجاعيد وحاجات، فازاي اتصالح مع ده؟ ازاي اتصالح مع الشكل ده؟ دي حته انا وقفت عندها في فتره برضو بصراحه. فكره تغيرات الشكل هي مش حاجه سهله على الستات عشان نعترف يعني من الابيض لسه كنت اقول لك والصبغه الابيض دي محتاجه مجهود شويه، يعني محتاجه مجهود شويتين 3 برضو، لان في جزء منها المجتمع بيقول دي عجزت دي كبرت، وبتلاقي بقى التعليق ايه ده انت كبرتي بان عليك الكبر، ما تصبغي ما تصبغي، ايه ده الشعر الابيض ده، روحي احشي اسنانك، روحي اعملي مش عارفه ايه. فلا انا معاكم الحته دي مش سهله، بس انا عايزه اقول للام وكل ست سواء ام او هي مش ام وشكلك اتغير، جواكي لازم تغيري، ما تتبنيش افكار الناس، ما تاخديش من يعني مش عايزين يا بنات ناخد من المجتمع بيقوله لنا، يعني فكره ايه ده امل انت انا مش عايزه اخد من اللي بيقوله لي المجتمع، انا عايزه اخد اللي افكاري انا اللي عايزه احطها، فمتقبله شكلي، وانا كل يوم بقول كده انا متقبله شكلي، متقبله التغيرات اللي حصلت دي، بتقول ان انا عشت وعملت ورحت وجيت، بتقول عني عن حياتي. وبعدين في ستات بصراحه متصالحه برضو، بشوفهم بتشجع ان هم بيخرجوا للحياه من غير ما يعملوا عمليات تجميل، من غير ما يعملوا لا هم قابلين التجاعيد وقابلين، مش دي اللي هتعطلني. بس عايزه اقول لك حتى لو انا في حاجه ضايقتني في وشي ولا تجاعيد ورحت عملت عمليه تجميل، هو ده يعني بصي عادي يعني براحتها بتختلف، يعني هي بتختلف من ست للتانيه. انا مش عايزه يعني ما اقدرش احط يعني قاعده واحده، بس هي بتختلف حسب ما انت قادره، حسب ما نفسيتي قادره مستريحه في الحته دي يعني. اوكي طيب ده واحنا يعني هقبل شكلي وهقبل ده، بس هل في يعني انا دلوقتي في مرحله اللي هو مش طايق، يعني مش طايقه جوزي، بس في شد في لا النكد النكد بقى النكد ده جاي من يعني يعني النكد والهرمونات ازاي ينفع نعملها طاقتي السلبيه اللي انا بعدي، ما هو انا بعدي بمرحله صعبه على فكره، ممكن اشارككم معايا، فانا بتعب كل اللي حواليا، يعني البيت والعيال بيبقى الجو بتفاهم الثمن وخصوصا مع يعني مع الشريك الحياه، لا بيبقى نعمل ايه ماشي. ما انا ممكن اقول يعني لو الزوج متفاهم ممكن اشاركه معايا، انا بمر دلوقتي بوقت صعب محتاجه لك معايا، ممكن نعمل روتين. يعني انا عايزه اقول لكم من ضمن الحاجات اللي بقيت بعملها مع جوزي، احنا نتفرج على حاجه قديمه مثلا زمان كنا بنتفرج عليها سوا، نقعد نقلب في ذكرياتنا، نفتكر الحاجات، ده خفف عني الضغط على فكره. وبعدين لما بشوف الحاجات القديمه وبلاقي فيها لحظات حلوه ومفرحه بتبسط، بحس زي ما كنت بقول لكم من شويه ان اللي فات ده ما كانش وحش قوي، ده كان فيه ضحكه، كان فيه هزار، كان فيه ولاد بيكبروا، كان بيتعلموا، ده حاجه حلوه قوي. ففكره ان احنا نسترجع ذكريات، نخرج مع بعض لوحدينا مره، نسافر لوحدينا مره، او حتى لو نص يوم نقضيه مع بعض، كل ده من غير العيال طبعا بجد. طبعا لا مش هناخدهم تاني خلاص كفايه على حسب برضو السن، يعني في لا ما احنا بنتكلم على مثلا 40 و50 دول عيالهم كبروا شويه، مش دايما
مش دايما حالات استثنائيه. 50 ماشي 50 كبروا شويه أوكي. عامه. وفي اوقات هنخرج كعيله، انا مش يعني لا طبعا بهزر، بس فكره الخروج الاكتر يبقى مع بعض عشان نعمل زي روتين مع بعض وحياتنا نسترجعها، وكمان كعلاقه انا وجوزي بس. واشركه معايا ان انا بمر بوقت، ان انا لما تلاقيني غضبانه ده مش غضب ناحيتك، انا متالمه بمر بوقت صعب شويه، فممكن هو كمان لو متفاهم يساعدني، يعني دي حاجه كويسه. انا اتكلمت كتير وما اكلتش مكرونه، لا انا باكل بس فيها. حقيقي يعني انا مبسوطه بالقعده يعني. قولي واستمتعي. شكرا على المكرونه الحلوه. شكرا ليكي يا امل.